رجعها الفرن لمدة 10 دقايق، يعني ربع ساعة بكتير جدا. وبعد ما كده هنقفل الفرن، هنسيبها في الفرن لغاية ما يبرد. هناخدها، هتحسي ان الطبقة دي لسه سايلة شوية، متقلقيش هي تجمد. بس لما تبرد تماما هندخلها التلاجة ونبدأ نقطعها. معلش، هو انا نسيت لما ما اطلعها من الفرن اوريها لكم، ان كنت مشغولة في اثناء الفطار فحطيتها في التلاجة على طول. قطعتها بعد ما طلعت من التلاجة، يعني حاولي تسيبيها في التلاجة شوية حلوين، يعني 4 6 ساعات كده عشان تتماسك معاكي كويس. وبس كده، وصفة سهلة جدا وطعم فوق رائع، لازم تجربوها. اقول لكم بالهنا والشفا، ولو عجبك الوصفة ما تنسيش تشجعني باللايك وسبسكرايب وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك اي جديد انا بنزله. واقول لكم سلام عليكم.